بعد على الناس السلبيين وخرجهم من حياتك باش تنجح وتزدهر بإذن الله. تخيل نهار كامل وانت مع أشخاص سلبيين يهبطوا لك المورال، هذه صعيبة، هذه ما تقدرش، هذه لا تبشر بالخير، الحالة مش مليحة، الأمور مش مليحة، ما تقدرش تنجح. بطريقة أو بأخرى راح يكسروا لك طموحك وشغفك ويفشلوا. وما تقوليش ما نتأثرش بهم، محال، لأن السلبية معدية وماشي محال حتى تولي كيفهم. ويحكى أنه كان واحد مريض ما يسمعش مليح وزاد عليه الحال مع الوقت وتوقف السمع تاعو تماما وما حب يقول حتى واحد خوفا من كلام الناس. وهذا الشخص كان بناء، وكانوا في هذيك القرية يبنوا في السمعة تاع المسجد بمعدات جد بسيطة، كانوا مجموعة لا يتجاوز عددهم 5 من الناس. وسكان القرية كانوا مين يفوتوا عليهم يطيحوا لهم المورال، يقولوا لهم صعيب الحال، حابين تبنوا السمعة في 5 عباد، مستحيل، هذا الشيء محال، راكم تعبوا في رواحكم. بقاو وراهم حتى نفشلوهم وحبسوا الخدمة كامل. قعد غير هذاك اللي ما يسمعش يخدم وحده وبقى مستغرب علاه جبدوا رواحهم كامل، مش فاهم خلاص واش صار. وبتوفيق من الله سبحانه عز وجل كمل بناء السمعة وحده تحت اندهاش الجميع. ولكم ان تتخيلوا لو كان جاي يسمع، لو كان راه فشل وابوندونا كيما الاخرين، الى انه ما كانش خلاص يسمع هذيك السلبية، نفسيته قعدت ثابتة وقوية، يا جبل ما يهزك ريح. ملا جبدوا رواحكم قدر المستطاع على الاشخاص السلبيين والحقودين اللي ما يخدموا ما يخلوك تخدم ويحبوا يشوفوك فاشل وسلبي كيفهم تحت شعار اذا عمت خفت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.